انتوما محترمين. انا خوتي المغاربه والله نعزهم على راسي يا خويا، ما نكذبش عليك، نورمال وفهمتي. شوف دابا غنخليك مع الدراري ومع مع الاخوان، غادي نجبدوا عليك من السيت ديال الامم المتحده، واخا ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا. المهم شوف، تحيه لك الاخ الياس، وتحيه الاخت الملكه والسانشيرو والاخ حمزه والاخ دادي والجماجم والاخوان كاملين المغاربه اللي تحت. تحيه اخي زين. وكلمه اخيره، شوف، حين الجزائري حين يكون للاسف مؤدلجا ومعبئا بخطاب ديال الاعلام الجزائري لا يملك القابليه للاقناع، حتى وطرحت عليه 1000 دليل ووضعت له الحقيقه فوق طبق من ذهب، لانه لا يبحث عن الحقيقه بل يبحث عن تاكيد الاوهام التي تم تلقينه اياها من طرف نظامه. تحيه لكم كاملين، تحيه للاخوان، وليله سعيده وجمعه مباركه للجميع. تصبحون على خير. الله يعزك، الله يعزك سيدي العابدين، الله يكبر فيك. عزك، ميرسي بوكو سيدي العابدين، مرحبا بك. الاخ الياس شنو قال لنا؟ سولنا قلنا له واش كاين محطه ديال النفط في ميناء بجايه؟ اش قال لنا؟ ما كايناش. اييه، هذا الميناء بجايه الخوت. شنو هذا اخويا؟ هذا هادي تاع سيلو دو ستوكاج تاع القمح اخويا، الله يهديك. واش ديالاش تاع القمح بجايه يستقبل القمح والذره وكذا، كل ميناء جديد. شنو هذه اخويا؟ تيرمينال سوناطرا. كاين سوناطراك تبيع القمح، لا ما على بالكش، تنتج القمح. هذه سوناطرا كتبيع القمح تاع هي، تنتج القمح. لا سوناطراك دير غير البترول، ادخل شوف قرا، ودير الاشجار المثمره، دير قدام الحاجه، تخدم حتى الهندسه. دابا هادو كلهم صهاريج ديال القمح ياك؟ ممكن فيها تاع الشاحنات، تاع كيما يقولوها شويه تاع السفن، بصح ماهيش ما كاينش رافينري في بجايه. كاينه في ارزيو وكاينه في سكيكدا. عارف ان بجايه كيجي بلاتي عارف ان الميناء بجايه فيه خط ديال الانبوب ديال البترول كيجي من حاسم سعود. لا درك البترول ما يجيش من حاسم مسعود البجايه. هذه انا ما عارف. على بالك من حاسم مسعود البجايه شحال اخويا؟ اي قد من الجزائر لندن. علاش ماشي ممكن انبوب؟ راه كان انبوب ديال الغاز دايز من الجزائر للمغرب لاسبانيا، وكاين الغاز يفوت، بصح البترول غير مكرر ما يفوتش، يوصل لسكيكدا. كاينه رافينري في حاسم مسعود، وكاينه في سكيكدا، وكاينه في العاصمه، وكاينه في ارزيو في وهران. ما كانش. دابا انت كتنفي ان كاين خط انبوب كيجي من سميتو ياك؟ والله ما تدباني نحلف لك كيجي مع ما تدب رافينري في رافينري ما كانش. لا ما كنقولكش رافينري، ما كنقولكش. لا هذه يقدر يكون تاع لي باطو، يقدر يكون باش يمونوا لي باطو بيان سور، بصح ماشي رافينري. هذه ما ابا كان باطو قداه يكونسومي 36000 لتر بار جور دو فيول. دابا انت هاد الصهاريج ديالك كتقول هادو ديال القمح، هادو كلهم ديال القمح. كاين تاع القمح وكاين تاع كيما يقولوها الفيول تاع لي باطو بيان سور. هو ستامبور سي يونيتي بورتيير، بصح ماشي تاع التكرير، ما كانش تكرير. دابا هاد لونيتي هادي ديال سوناطرا صغيره اخويا. هادي لونيتي روح دخل تشوف تاع ارزيو، كتب ارزيو رافينري تشوفها قد ما لونيتي تاع الصح ولا سكيكدا. ها القمح اخويا. تعرف هاد سي فيتال؟ سي فيتال تاع السكر، بارك الله فيك. هذا سي فيتال تاع السكر. لا هاد سي فيتال هي ديال المواد الغذائيه. صح، تاع السكر اللي تم يستقبل السكر والزيت. سي فيتال راه ميناء غذائي تاع بجايه، ماهوش وتعجيج الميناء تاع السيارات وتلمسان سيارات. لا ولكن التيرمينال ديال سوناطرا اش كيدير وسط الاغذيه؟ يا سوناطرا اخويا بارتو كاينه هذيك، واش دخل هذا وصغيره. هذا ما يوكلش زوج بابر. كيفاش؟ با غرون شوز. سوناطرا كيتخدم القمح وتخدم الاشجار المثمره وتخدم الهندسه وتخدم قداش حاجه. سوناطرا ما تخدمش غير البترول. واش شتي المساحه ديال هادشي قداش ولا ما شتيش؟ هو ماش كبير هذا خويا. دخل الارزيو وشوف الوحيد تاع الصح. هذا ماش كبير، هذا مي با ان هكتار. هذا دو باطو ما يكفيهمش. تعرف ان هذا بجايه هو ثاني اكبر انشط ميناء في الجزائر.
أنشط منه يستقبل المواد الزراعية، هو مهيئ لاستقبال القمح والذرة والقصب السكري وكما يقولوا هو زيت عباد الشمس، أوراق عباد الشمس. ماهوش تاع ميناء اللي يستقبل السيارات يستقبلوهم في جيجل والشاحنات مثلا. في الجزائر العاصمة يستقبلوا الحاويات. والهيدروكربونات فين كتستقبلوهم؟ في ارزيو من وهران، ومن يصدروهم واش يستقبلوهم من وهران ومن سكيكدا. تخيل معايا بانه في هذا لو سيت بعدا قبل هذا لو سيت هذا انا خرجت قلبت عليه للمصداقيه فقط. هذا لو سيت هذا اللي كنا كنقلبوا عليه حنا دابا هو سيت عالمي باش انك تختار الاسعار ديال الشحنات اللي بغيتي تستافد من بلاد لبلاد. يعني فيه جميع اذا هذا لو سيت هذا سي سيت انترناسيونال. الاختصاص ديالو ماشي البروباغندا الاعلاميه، بل الاختصاص ديالو انه كيوفر ليك انت كمستخدم او انت كمستثمر او انت كانسان باغي تقضي غرض من دوله لدوله او تشحن من دوله لدوله، كيوفر لك الاسعار والبواخر اللي غادي تمشي بواحد السعر اللي هو منخفض. فهمتي ياك؟ هذا لو سيت هذا اللي كنا كنقلبوا فيه. الوغ هذا لو سيت مالوش علاقه بالبروباغندا. هذا لو سيت هذا كنتفاجئوا بانه الميناء ديال بجايه كان غادي من بجايه لاشدود، وكذلك كاينات بزاف ديال الشحنات اللي كانت من بجايه لتل ابيب لحيفا. ارجوك مع احترامي لك اكتبي قراي الفوق اي راه مغاربه اختي. وراه لو سيت خدام قبل ما تكون لو سيت خدام قبل ما تكون اصلا المشاكل بيني وبينكم نتوما قبل. يعني فاهمك. رجعي درك بصحي كتبوا هاك الارتيكل قد الاخر. دابا الذكاء الاصطناعي مخزاني ماشي مخزاني. لا هادو الاخبار ضد الجزائر بيان سور مخزانيه. وراه هاد لو سيت هذا في جميع الموانئ. هاد لو سيت هذا في جميع الموانئ ديال العالم، وفي ممكن انك تدخل تلقى حتى ميناء مثلا في المغرب عنده رحله مثلا لاشدود. هي هذيك حاجه عاديه مطبعين مع الكيان الصهيوني. واذا شنو اللي حاجه عاديه عندي انا تكون في لو سيت؟ الحاجه اللي ماشي عاديه هي انت تكون وسط لو سيت. هاني فاهمك. درك انت درك اذا انا ماشي بالذكاء الاصطناعي، انا عندي الحق، ولكن انت بالذكاء الاصطناعي ما عندهمش الحق. ماشي هكذا. درك انت بار اكزومبل واحد عنده لو سيت هذا ما انسان مغربي، كي تصرى الحرب الاعلاميه بين الجزائر والمغرب يزيد شويه من عنده نورمال. يا ودي هاد لو سيت ما عنده حتى شي علاقه بالمغاربه. درك الاخت الكريمه شوفي، هو هادو اللي سيت اللي جبتيهم كاع ما كان حتى اون ريسورس انديبوندونت فيابل. داك كون جيبي لي موقع عراقي ولا سعودي ولا نستعرف به. يا ودي لو كنت تشوف واحد المصري يا صاحبي، لو كنت تشوف واحد المصري يا صاحبي محايد في قناه في امريكا، حيح عليكم ما بغيناش نبينوا لكم ونوريكم شنو قال لكم. لا شوفي هذا صحفي. خليني من هذا الشيء. انا اللي باغا نفهمو، انا اللي باغا نشد فيه بحال هكا ديال بصح باغا نشد في هذا الموضوع ديال بصح. كيفاش دابا هذا لو سيت هذا فيه الجزائر، فيه المغرب، فيه مثلا قطر، فيه نامبورت اي دوله داخله فيه. كيفاش نقدر نقلب مثلا انا نلقى ميناء مثلا ميناء الداخله ياك الميناء تل ابيب مثلا المغرب الداخله ما فيه حتى باطو اختي. كيف تلقاي انت الداخله تل ابيب؟ هاي ما كانش. او ميناء الداخله مازال قدره.
وانا كنعطيك مثال اوكي ميناء الداخله لتل ابيب، هذه تستقبلها انت عادي، تجيك عادي. ما نستقبلهاش منه ميناء الداخله غير عملي حاليا. كنت تقولي لي طنجه يا ودي لنفترض ميناء في المغرب اينما كان، صحيتي ميناء الصويره هي ياك دخمشها سيدي لتل ابيب ولا حيفا، غتجيك انت عاديه. لاش عادي من انه المغرب مطبع مع الكيان الصهيوني علنا. في نفس لو سيت كنلقاو بجايه الاشدود ماشي فيابل باسكو الجزائر مش مطبعه، وكون جات مطبع كون جات دارتها صحيه مش مطبعه العالم كاع يفضحها سهله. ماشي من الناس دابا اسمعني، اش من غيفضحها؟ راه علاقات ما بين قطر واسرائيل وما مفضوحاش. من نهار خلقت الدنيا وقطر عندها علاقات مع اسرائيل ومكتب تمثيل ودير في الجنس الهدنه وكذا، من نهار خلقت الدنيا. باش عرفتي انت دابا شوهاتهم اسرائيل؟ قالت فيهم شي حاجه اسرائيل؟ تقول وزير الخارجيه شي صحيفه في العالم كتهضر عليها؟ اليوم هضروا عليهم، قال لهم نحارب حماس باموال قطر، ديما يهضر عليهم وزير خارجيه قطر. لا حقيقه، لا حقيقه اختي. شوفي تا هما تيقولوا لك بان الجزائر تريد ان تطبق. اسمع، تا هما تيقولوا لك بان الجزائر تلحس لنا الاحذيه. نتنياهو خرج وقال الجزائر تريد ان تطبق ولكننا نحن لا نريد. الجزائر تلحس لنا الاحذيه ونحن لا نريد. غنديو عليهم هذاك. اسمعي اختي، شوفي الجزائر دوله عظيمه ما تلحش حتى كيما يقولوها شجره واحد صهيوني ملقب. انا الدوله عظيمه ودوله قاره. اسمعني، انا الدولة عظيمة ودولة قارة خيدادية باش نقول لك اللي كاين ونجيك من الاخر. الناس كاملين كيعرفوني ويمكن انت كتعرفوني. انا راه ما كنامنش بهاد الكلمات ديال دولة قارة ودولة اللي سالي يخلص ودوك الخطابات ديال هذوك الخطابات ديال بحال عندنا جوج ودنين طوال. حنا راه مغاربة وانتم جزائريين وما يفصل بيننا خيدادي. شوف حنا ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا كما قال محمد سيد. الحاجة الاولى. الحاجة الثانية راه بيناتنا خويا غير شريع. يعني هاد الهضره ديال حنا قاره والقوه العظمى والعظيمه واللي سير يجي خلص، سير قولها لشي واحد في القاره ديال الشرق الاوسط، قاره اسيا، ربما ما كيعرفكش. اما انا وياك كنعرفوا بعضياتنا مزيان فهاد القاره وداكشي. حيد علينا الله يجازيك بخير وخلينا في الجزائر والمغرب. سيدي الياس باش ندوزو مع اخ دادي صراحه انسان محترم، وانا بغيت نناقش معاه واحد الموضوع في هادشي ديال يلا شكرا. نكمل. لا بغيت كدادي، بغيت كلا واحد النقطه ما يجمعونا اكثر مما. اوكي الياس عندك معاه شي حاجه ولا ندخل؟ ماشي مشكل تفضل خذ راحتك. انا بغيت نخرج من الموضوع. تفضل اختي. انا نقول لك برك كلمه. وشوفي كي تعود الجزائر قاره اختي هذا ما يضرش المغرب. يعني واحد جزائري كيقول الدوله الله يبارك القاره صافي با دير الى انسولتي لو ماروك اختي. با فالوار اكسبتي سا. كيما المغرب كيقول انا دوله كبيره وعندي علاقات وعندي كذا، هذا ما يضرش الجزائر. يسمى لازم نتعلموا هذه. كي يقول الانسان الجزائر دوله قاره وقاره حقيقيه اختي. كي تعود اوروبا تستهلك 40% من الغاز الجزائري يكون كوبيو عليها لي زوزين تاعهم كاع تطفى. الجزائر قاره كوبيو عليها اختي. لا حنا نهضروا. لا هو خاصك تكون اخي انا متفق معك بالدوله تاعي. الجزائر قاره صحيح ولكن ما تعداش على دول وغير بلاتي خاصك تكون دقيق في التعبير ديالك. غتقول صراحه الجزائر قاره باراضي موروثه على الاستعمار او اراضي موروثه عن المستعمر، وانا نكون متفق معك ديك الساعه. شوف كيقولوا لو ديابل توجور دون لي ديتاي، فهمتي؟ اوكي متفق معايا. شوف خويا يكون دقيق في التعبير ديالك. الا ما تزعلش من خوك، الا ما تزعلش مع خوك نقدر ندخل. انا ما ندخلش في نقاشات خلافيه مع خوتي. لا خليك بغيتك تدخل. بغيتك انا في هذا الموضوع اصلا. لا ما تزعلش نقدر نناقش في الموضوع هذا جيدا. والله ما غنزعلوا ما والو. انا كنتمناو انت دادي ما تزعلش. انا ما نزعلش. شوفي كيما تعداوش بالشتم على النساء والاخر. لا ابدا. انا على راسي اختي، على راسي وخاوتي المغاربه عزاز عليا ونورمال، فهمتني؟ شوف حنا ما عندناش مشكل معاكم، وكيف ما قال سيدنا ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا، وما كنقولوش عليكم شي حاجه اللي ما كايناش. دابا نبداو على بركه الله ونقول لك انا السؤال ديالي. فازي. انا اول حاجه باش نعقب عليك، انا ما تكلمتش على قاره ياك. انا تكلمت على الكلمه ديال العظيمه. لان الانسان ملي كيكبر روحه قال لك حوحو كيشكر روحه. لا خلي الناس تشكرك. اما ديك عظيمه وانا وكذا. اما بالنسبه للقاره
فيؤسفني ان اخبرك بان القاره كتعيش في 30% من الاراضي ديالها والاراضي الاخرى ديالها كامله ما زالت متسخه بالنووي الى يومنا هذا. 80% اللي عندك صحراء، منها منطقه اضرار اللي مارست فيها التجارب النوويه فرنسا ما وراء الاستقلال الجزائر اللي هي من سنه 1962 الى غايه 1966. يؤسفني ان اخبرك الى في حدود سنه 2025 لن تستطيعوا ان تجعلوا فرنسا تنقي الزبل ديال النووي اللي خلات تماك في ديك الارض. اذا قاره ويعيش الشعب الجزائري 30%. هذا هو العيب. تفضل. شوفي اختي، باش نكونوا صراحه درك نهضروا. اولا اذا كانت مساحه الجزائر عباره عن 30% مساحه صالحه للزراعه و70% مساحه غير صالحه للزراعه، هذه المساحه الغير صالحه للزراعه ليس الجزائر من خلقتها، هو الله سبحانه وتعالى من خلقها. ثانيا هذه المساحه الغير قابله للزراعه تعتبر اكبر مخزن للليثيوم لترار والأتربة النادرة في العالم. هذه الحاجة الأولى. ثانيا هي جنة من عند الله سبحانه وتعالى بالمياه الجوفية. ثالثا مدى الواحات التي تتوفر هذه المنطقة سبحان الله، وما جعلت الجزائر تحتل من أهم المراتب في العالم في تصدير التمور، والآن كولاية واد سوف وغيرها من الولايات في تصدير الخضروات. ثالثا أختي، هذه المساحة الرملية التي تتكلمين عليها هي أساس ومخزن الغاز والبترول في العالم بنسبة كما يقولوها جد معتبره. فما نقولكش باغ اكزومبل الغاز اوني لو تروازيام كاتريام، لو بترول اوني لو ديزيام. يسمى الله يبارك هذه اللي تشوفي فيها انت حبات ورمل هي في الحقيقه قوه للدوله الجزائريه وللشعب الجزائري، كنز لا يفنى للدوله الجزائريه وللشعب الجزائري، ونعمه من الله سبحانه وتعالى. كيف هذاك حنا السمكيعات هذه ارمل نكوبيوها؟ هذه جميل. لا جميل، لا ماشي تكوبيها، ما قلته جميل وشكرا جزيلا لك حيت جيتي للبلاصه اللي بغيتك تجي فيها. قلتي كنز. كاين شي كنز في العالم تيكون ملوث؟ كاين شي كنز في العالم كيعطيه لك الله سبحانه وتعالى ملوث او بسبب ما وقع في سنه 1958؟ وراك عارف انت الحكومه المؤقته وعلاش وقعت ولا سمحت لفرنسا باش لوتاتها. الشعب الجزائري اليوم ما كيستافد من حتى شي حاجه من هادشي كامل اللي كتقول انت نحن ونحن 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 وانا وانا وانا. والشعب الجزائري اليوم ما زال في الطوابير يعيش حياته كيف كنقولوا الحياه بين قوسين، ديك الكلمه اللي انت كنحترمك اخي ديما نقولهاش لك، ولكن انت عارف الواقع المر والزواول مزريه نعتنا مزريه عادي. هي اكفس من ذلك، لان عندما تكون عندك ثروات بهذا الحجم هذا، وثروات كيف ما تيقول بانك لو قفلتي الغاز والبترول ديالك على العالم غادي تسدوا المصانع، على الاقل ما كناش نشوفوا الشعب الجزائري عايش بهذه الطريقه والهجره السريه. الا كانت في المغرب وتونس جات معاهم ما تيقولوش انا، ولكن الجزائر بهذا المنطلق هذا اللي انت غادي به، والى يومنا هذا اقل عمله كاينه في شمال افريقيا عمله الجزائر، واقل سميك كاين في افريقيا الشماليه هو السميك ديال الجزائر. وكذلك عيب وعار ان ديك المساحه اللي كتقول بان خلقها ربي هكاك، اسمح لي، ربي ما كيعطيكش التلوث ولا الازبال، ربي كيعطيك الجنه ديال الارض باش تحافظ عليها، ماشي باش تمشي تبيعها لفرنسا باش تاخذها اراضي موروثه عن المستعمر. ولكن كيقول لك واحد المثال، لو كانت الحاجات ديالك تحافظ عليها ولكن ديال الناس ديما ما كتحافظش عليه، ودوك الاراضي ما عمرهم ما كانوا ديالك هذادي. حنا عارفين مزيان كيفاش خديتيهم، لا قطاعات ديال تونس لا ديال ليبيا لا ديال المغرب. درك نجاوب اختي على السؤالين. شوفي، اولا فيما يخص التلوث، هو الجزائر صارعت وحاربت فرنسا الاستعماريه الياس الامبراطوريه. كبر الفنادق ديالك معليش لان باش كبسوا لك الخوت الى وكل من تحت. لأنه فرنسا الاستعمارية إلى أجل حتى سنة 1962 و54 كانت تعتبر نفسها أقوى إمبراطورية في العالم. إمبراطوريتها تصل إلى غوايان، إلى تايتي، إلى هايتي، إلى أن أتى الثوار الجزائريون ومرمدوا وكسروا أنفها. هذه الحاجة الأولى. ثانيا، هؤلاء الثوار كانوا أناسا عزلا بأتم معنى الكلمة، بأسلحة صيد وبقلوب أسود.
قاموا بخلالها بهزم وتكسير أقوى وأعتى قوة استعمارية، أقوى حتى من الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. أختي العزيزة، التجارب التي مارستها فرنسا الاستعمارية كانت هناك اتفاقية لاسترجاع الأراضي خطوة خطوة، حيث أن الأراضي التي كانت في أقصى الصحراء زعمت فرنسا أن لديها أسلحة ثقيلة وستقوم بنزعها تدريجيا، استغلتها لقيام بالتجربة النووية. لو كانت الجزائر تعلم أين أماكن التجارب النووية لا قامت بالتنظيف وحدها بثروتها. يعني الآن التلوث النووي ظاهر في منطقة ركان، ولكن لم يظهر في أي منطقة أخرى. ممكن أن تكون كذبة التجارب النووية، ممكن بالطبع لا يوجد هناك أثر. تبونا إلياس، وجد لي فخامة الرئيس عبد المجيد تبونا إلياس. أرجوك، ممكن لا، فخامة الرئيس قال أعطونا، لأنه لو وجدنا آثار للتلوث في مناطق أخرى ثابتة لكنا قمنا بتنظيفها بمساعدة الولايات المتحدة. لم يقل هذا، قال الناس تموت إلى يومنا هذا، فرنسا ادت القوة في ركان تموت. لم يقل وفي 1960 واخا 1978 اسمحي لي نكمل. مش 78 من 1960 زعما 1968 1968 غير ثابته وما كانش خرائط وما كانش على التلوث. 1978 لديك تجارب كيماويه في وادي الناموس. اذا فخامه الزعيم تيكذب؟ لا ما كانش 1800 لا دقيقة 1978 في وادي الناموس التجارب الكيماويه. واش عمك تبون تيكذب؟ اسمحي لي نكمل، اسمحي لي. لا جاوبني غير هكذا باش نعرفوا واش كيكذب ولا ما كيكذب. والله ما عندي المعلومه، والله ما نسعها، دوك نشوفها ونقول لك. خليني نكمل لك معلومه اخرى. داك انت لا البترول يتلوث، البترول لم يثبت تلوثه، ولا الغاز. كتقولي انت الثروات، حنا عندنا البترول والغاز والليثيوم واليورانيوم، وعندنا حوايج اللي لا تخضع للتلوث. ثانيا فيما يخص التمر والخضروات، نعم تعرضنا لدعايه مغرضه ليس من طرف المغاربه الاشقاء، من بعض المغاربه بطبيعه الحال في اطار الدعايه الاعلاميه المغرضه والحرب الاعلاميه ضد الجزائر. لا دقيقه هنا انا نحبسك، انا خصك تعطيني على دليل. هذاك اللي قلت لك اختي، ها شفناه في لا تيليفزيون اختي، كاين مغاربه رفضوا، كاين مغاربه دافعوا التمور الجزائريه وكثر خيرهم، فهمتي؟ وقال لك ما كاينش التمور الجزائري. انا التمور الجزائريه بالنسبه لي ماشي اقتصاد، هذاك انا ما كنتكلمش. انا رجع ليا لا انا خليني معاك في الفلوس. واش خليني معاك البترول يتلوث، اليورانيوم يتلوث. لا الناس كتموت والطير ملوث والارض ملوثه غير صالحه للزراعه حسب ما يقول وخليني نقول لك غير دليلي شكون، اي ما تزربش، لان دليلي هو السلطه عندك في البلاد، هو عبد المجيد تبون. فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الدوله الجزائريه قال بان لا نباتات حيه ولا ارض صالحه للزراعه ولا صالحه للسكن ولا حتى الحيوانات يستطيعون ان يعيشوا فيها. ونزيدك حسب جريدة لو باريزيان، حسب الخريطة العسكرية الفرنسية اللي طرفات على السرية سنة 2013 تقول بأن دوك الجزيئات ديال الصحراء، دوك الجزيئات ديال الرمال بفضل الهواء والانتشار ديالها فكتقدر توصل وتأثر حتى على دول الجوار. يعني هذيك التجارب النووية اللي انا غنهضر عليها دابا، اللي نتوما عطيتوا الحق لفرنسا وردختوا امام فرنسا سنة 1962 باش تكمل الى سنة 1966، خلاتكم انكم تخرجوا على دول الجوار كاملين في السنوات القادمه. دابا عندي لك واحد السؤال قلتي مهم، ما كملتش الجواب الثاني، ما كملتش. كي نكمل اختي وطرح لي السؤال. انا غير سؤال مهم هذا، على بالي بلي باغي تسمعيه من عندي. غير هو تبون راه ماشي مصدر موثوق، لانه كيعتمد على الذكاء الاصطناعي. لا رئيس الجمهوريه وحده انسان نحترمه كيما نحترموا الملك، نحترموه الله بك، هذا في بلاصتو نحترموه. حنا ما جبدناش الملك وما نجبدوش. لا هو مصدر، شوف هو مصدر موثوق، هو مصدر موثوق لانه رئيس الدوله. ودابا شي دليل. واحد دقيقه سانشي الرئيس عبد المجيد تبون بعيد علينا، والملك محمد السادس بعيد علينا، حنا مواطنين كنهضروا بيناتنا. ما فهمتش النقطه خويا. لا فهمتك انه كيغلط في الخطابات ديالو، انت قصدتي له، ولكن مع ذلك سانشيرو خلينا نبعدوا من هذه النقطه. الله يكبر ليك، الله يحفظك، باش ما نوصلوش لذاك الشيء اللي فهمني. بارك. شوف انا نحترم الملك اخويا على عيني وراسي، فهمتني، وسما الاشخاص تابع معها واصل مع الملك، هضر مع الملك. انا كنت كناقش غير الدليل الشاب. نورمال دريم بيجي جوي. نكملها برك. درك في حاله اقتطاع الاراضي كيف نبحث كيف
تتهم الجزائر باقتطاع أراضي، والملك فمثلا في الطرف المغربي الشقيق الملك الحسن الثاني وقع على اتفاقية ترسيم الحدود مع تحت الأمم المتحدة وبحضور ممثلي عن الوقت هذا قبل الاتحاد الأفريقي، ممثلين أفريقيين ودوليين، وتمت بالتراضي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أختي بنت المملكة، كيف تتهم الجزائر باقتطاع أراضي الغير ومالي فرحت بالاستقلال الكامل قبل عامين فقط بعد الثورة؟ بدادي أنا لم والمغرب. أقل بأن الجزائر، أنا لم أقل بأن الجزائر من اقتطعت. الجزائر يا أخي ضعيفة جدا على اقتطاع الأراضي من المغرب. أنا كنقولها لك، اسمعني، أنا كنقولها لك، شوف أنا كنقولها لك نيشان وأنت عارف لا يعقل أن تقارن الجزائر بأنها تستطيع في يوم من الأيام أن تقتطع أراضي تابعين للمغرب. ما تقدرش تقتطع درك، واحد ما يقدر يقتطع درك الحدود المرسمة بالأمم المتحدة. حتى قديما الجزائر لم تكن أصلا كي تقتطع يا أخي. الجزائر أنا عارفة وأنت عارف بأنها تأسست سنة 1962. من سيغير هذا؟ اختي ومن قبل كنا مصاروة حنايا، وشكون اللي دار الثورة من كنتم قبائل بني مزغنة. من دافع سامحيني انتم شوف اختي دقيقه، نحن كنا الامبراطوريه المغربيه على مر 12 قرن الشهير. ماذا افادت الامبراطوريه المغربيه كي عادت فرنسا الصغيره تقتطع؟ ماذا افادت؟ ماذا افادت هو انها لم تستطع فرنسا ان تستوطنني، لم تستطع فرنسا ان تقوم، خليني نهضر، لم تستطع فرنسا. عرفتي لماذا اقتطعت تلك الاراضي؟ لانه ضربتني النفس عليك وما خليتكش تبقى بوحدك. لو كان ما دخلتش في معركه إيسلي سنة 1845، لو كان سنة 1844، لو كان المناطق ديال الصحراء الشرقية اليوم اللي انت كتفتخر بهذيك المساحة بقات عندي. دقيقة بنت المملكة إلى يومنا هذا لو كان، ولكن ماشي نجاوبك على السؤال. لو كان المرحوم له المغفور له محمد الخامس رحمة الله عليه، ربي يرحمه ويوسع عليه، كيف كنقولوا حنا المغاربة، لو كان تفاوض مع فرنسا من أجل أرضنا وجلس على طاولة المفاوضات وكانت هناك مفاوضات نيشان، لو كان ما اعترفناش بأن تلك الأرض كانت جزائرية من أصل، بل اعترفنا بأنها كانت فرنسية، وفاوضنا مع المستعمر وأخذنا أراضينا والحمد لله. كنا دابا باك نجاوبك، ما نجاوبكش بالمغرب لانه احترم المغرب، نجاوبك بمالي لا 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 انا الطريقه ديال الحوار، انا بالعكس انا جاوبني بالمغرب، انا مغربيه ماشي ماليه. كافه الدول الجوار، لانه ليس المغرب فقط من يقول انه ماشي جزء من المغاربه يقول لك باللي الجزائر اقتطعت. شوفي، اولا كيف فرحتم بالاستقلال واراضيكم ما زالت تحت الاستعمار الفرنسي؟ هذه مغالطه. المغالطه الثانيه، كيف تقولون اننا لم نستعمر من قبل فرنسا وفرنسا استطاعت ان تمنح اراضيكم لدوله الجزائر؟ هذه ثاني كارثه. الكارثه الثالثه، دابا عرفتي شحال من نقطه، دابا عرفتي شحال من نقطه حطيتيها وانا غنبقى تابعك بها. هي دقيقه، لا دابا غتمشي معايا بنقطه راه حتى الياس ياك ماركيهم ولا لا؟ شوف لا دادي، شوف انا ما عنديش هاد ماركيهم، اسمعني انت ماركي النقاط. دابا انت غتماركي النقاط بالنقط وغادي نمشيو من النقطه الاولى اللي تكلمتي عليها انت الاول. دابا ما غادي تزيد حتى نقطه. خلاص نقطه بنقطه. اذا برافو عليك يا سيدي. اذا قلتي بانه ما دامت تلك الارض ارضكم، لماذا المرحوم له المغفور له الحسن الثاني وافق على اتفاقيه 1972؟ صحيح؟ بارك الله فيك. جميل. قل لي قبل سنه 1972 هل كانت تلك الارض ارضكم ام ارضنا؟ كانت ارضنا كامله وكان فيها كامله وكان فيها خلاف، حتى يعني اضطر المغرب لمهاجمه الجزائر في لا 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 الحرب الرمال هذه انا لا بلاتي الياس، انا حرب الرمال هذه الا بغيتي ندخل معاه انا غنقول لك حط لي دليل دابا قطعي بان المغرب اللي تهجم. خليني منها. ما ندخلوش فيها، ما يعجبكش الموضوع اختي، ما ندخلوش. الناس كتسمعني معاك الملكه، قلتي لي بلاتي الكاست عندي كله كحل. خليك عادي واحد. لا رجع كيف كنت الياس، ما كيبان ليا والو، كيبان ليا الكاست كله كحل. كيفاش رجع كيف كنتي انت؟ مازال كيف كنتي. ما يمكنش. شوف كيفاش كيبان ليا الكاست. ما كتبان لي عاديه. لا هي الكيس ديالها كحله، هي عندها التصويره كحله. لا هي اصلا عندها التصويره كحله. لا كيبان ليها واقيلا كلشي كحليم. هو عادي يعني الكيس حامل. بلاتي نشوفوا شنو كيطلع ليها. انا هادشي كيتبلونطا عندي.
ولكن معليش حنايا دراري خدامين 675 الف الله يعزكم الدراري. شوف الياس، شوفني انا راه صيفط لك. واش كتسمعني؟ كنسمعك شوف عندي كيفاش داير داكشي. اوكي كيبان لك غا سانشيرو بوحدو. بوحدو. سانشيرو باش نخرج نعاود نرجع ممكن. شوف كتبان بوحدو. انا شوف نخرج نعاود نرجع ممكن. ماشي مشكل، سهل ولكن خلينا دادي، خلينا انا غنرجع دابا، خلينا هاد النقطه مهمه عندي. لا حديثك طيب اختي يعني هنا غادي نكونجليو لا كونفرساسيون هنا. اوكي ومن بعد نتكلموا انا وانت دادي ان شاء الله. اخي الياس مرحبا، والله مرحبا. الله اخويا مثقف وكل من شيء. وين انت دادي في الجزائر؟ خويا الياس يسالي مع الملكه، عندي معها غير واحد جوج دقائق تا يسالي، بما انه شويه كيعرف شويه في الويب وكيعرف في المواقع وداكشي وتيقول لك داكشي، بغينا يفيدنا. مرحبا. فهمتيني، بغينا نستافدوا منه، بما انه باش يعرف الموقع مزوار ولا غير ترافيكي ولا فو، فهمتيني، والفو باجات وداكشي. مرحبا. تسال الاخت، لان بان لي السيد قال لك يقدر يدير موقع جوج دقائق، راه خصنا نستافدوا منه. والله كاين درك تمد الكود للانتيليجونس ارتيفيسيال يخرج لك موقع كيما راه ثانيا، يخرج لك موقع تاع خلي دادي الديالوج هو الاخراني. سالي دابا دادي شوف شيء جميل. سنه 1900 مثلا و70 ديك الارض كانت تحت السياده ديالك او لا؟ كانت تحت السياده الجزائريه حتى الحدود، حتى معبر كما يقولوها زوج بغال اختي. اذا كانت هذه السياده تملكها انت، لماذا قبلت بالشروط ديال الحسن الثاني الله يرحمه المدروجه ضمن الاتفاقيه المشروطه ديال خط الحدود سنه 1972؟ واش هي الشروط الاخت العزيزه؟ مثلا استثمار غار جبيلات والاخر؟ لا انا مثلا ما تكلمش على اتفاقيه غارة جبيلات، انا كنتكلم على الشروط المدرجه ضمن الاتفاقيه المشروطه ديال 1972، لان الحسن الثاني الله يرحمه عندما اراد ان يعترف بتلك الحدود قال لكم بان هناك شروط عنده باش يعترف لكم بديك الارض، اذا ما قبلتوهاش ليس هناك اعتراف. السؤال المطروح هنا، لماذا الهواري بومدين الله يرحمه قبل بالشروط ديال الحسن الثاني؟ درك اختي انا واش اللي بانت لي بان صارح الاخت الكريمه، والله ما على بالي واش هي الشروط، وانما كيفاه الحدود ترسمت ديريكتومون، واش هو ما داش الشروط، ما على باليش واش هي الشروط نورمالمون. الحدود لم ترسم بدون تلك الشروط. الشروط ديال 1972 اتفاقيه خط الحدود كانت مشروطه، والشروط اللي حطهم الحسن الثاني الله يرحمه، وبومدين هو الذي قبل تلك الشروط. عن اي شروط تتكلمين عنها؟ نقول لك يا حياه، اسمعني اخي دادي باش نعطيك الشروط. تبقى للجريده الرسميه الجزائريه، ودابا وجدها لنا الياس الا بغيتي، لا عندك سيدي الياس وجدها ليا باش يقرا دادي. الجريده الرسميه الجزائريه وعلى ما نصت في اتفاقيه 1972. اتفاقيه 1972 تقول: رأيا بمعاهدة لالا مغنية التي أبرمت سنة 1845. السؤال ديال دادي، هل معاهدة لالا مغنية كانت ممضية ما بين فرنسا والمغرب أم ما بين الجزائر وفرنسا؟ والله يا اختي ما عندي معلومه عليها، انا ماذا بيا نسمع من عندك، يعني اسمع هادو ديروا. إلا عندك دوكوا نوطي، قيد باش تمشي تقلب. برافو عليك. اذا شروط ديال لالا مغنيه هي الاولى، الاتفاقيه ديال معاهده لالا مغنيه، اسمحوا لي، معاهده لالا مغنيه سنه 1845 اللي جات من بعد معركه إيسلي اللي كانت ما بين المغرب وفرنسا دعما للجزائر انذاك ودفاعا عن الجزائر. تم توقيع هذيك المعاهده بحكم ان المغرب خسر تلك الحرب، وبموجب تلك المعاهدة بدأت فرنسا في اقتطاع تلك الأراضي الشرقية المغربية منذ سنة 1870، لأنها أخذت الذريعة ديالها هي هذه الاتفاقية هي هذه المعاهدة ديال 1845. المرحوم له المغفور له الحسن الثاني قال لكم بأن معاهدة لالا مغنية غتكون داخلة في خط الحدود ديال سنة 1972، والمرحوم له هو بومدين قبل بها، قبل بالشرط الاول ديال الحسن الثاني، اي ان تلك المعاهده ديال لالا مغنيه غدا ولا بعد غد الا خرقتي انت اي بند من ديك من ديك البنود او اي فصل من ديك الفصول طبقا لاتفاقيه
جنيف كتقول لك بانه الماده 62 او الماده 60 منها، الا ما صحت لي صحني، 60 او 62 منها كتقول لك بان 60 كتقول لك بان لدى الحق للدول الموقعه واحده فيهم يا اما انها تحذف ديك الاتفاقيه كليا او تعدلها جزئيا. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ديال المرحوم له المغفور له الحسن الثاني هم بروتوكولات المواليه لاتفاق اللي معاهده لاله مغنيه، وهو بروتوكول 1901 وبروتوكول 1902. ونفس السؤال غادي نقولوا لك انت. اسمحوا لي، معاهده بروتوكول 1901 و 1902 حتى هما من بين الشروط اللي مدروجه في خط الحدود ديال 1972. هنا السؤال كيتطرح هذا عاوتاني للمره الثانيه، واش 1901 و 1902 كان ما بين المغرب والجزائر ام بين المغرب وفرنسا؟ اكيد كان ما بين المغرب وفرنسا، ولكن قبلت به الجزائر لانه شرط من شروط الحسن الثاني من اجل الامضاء على خط الحدود ديال 1972. 1901 كيقول لك في الفصل الثالث منه، تا هو غيوجدوا لنا الياس. الفصل الثالث منه كيقول لك بان لدى الحق لسكان عمور الساحل وسكان قصور فيقيق ان يتصرفوا وان يستفيدوا من المراعي والمزارع والمياه واي طير يطير في ديك الارض ديال العرجه وما وراء العرجه، اي ما وراء السكه الحديديه، بدون مانع يمنعهم ولا اي حاجه تضيق اعمالهم. يعني دوك الناس عندهم الحق من الاستفاده في دوك الاراضي الى اخر شنو، الى اخر ما تفنى هاد الدنيا هادي، وما عندش الحق ولا واحد في هاد الدنيا هادي يخرجهم من ديك الارض. الجزائر خرقاتها في 2020 ملي طلعت على الشعب الجزائري وقالت لهم هزيت ما ميكرو ولا باف ولا ما عرفت مكبر الصوت وخرجت قصور فيقيق وعمور الساحل من العرجه. اذا هنا خرق سافر لبروتوكول 1901 و 1902 اللي وافق عليه المرحوم له المغفور له بومدين، اللي كان شرط ديال الحسن الثاني من اجل ابرام تلك الاتفاقيه ديال 1972. يعني بحكم انكم خرقتوا 1901 المغرب عنده الحق اليوم يطالب بهذوك الاراضي اللي انت كتقول عليهم بانهم اراضي موروثه عن المستعمر، اللي هي اراضي حقها بالنسبه للمملكه المغربيه، بحكم انك انت اللي خرقتي 1972 اللي كدر عليها. ولو كانت ديك الارض ديالك بصح، لو كان ما وافقتيش على الشروط ديال الحسن الثاني اللي مدروجه ضمن الاتفاقيه المشروطه، لو كان قلتي لي الشريف هذيك ارضي والحدود انا غنرسمهم في هيئه الامم المتحده، ما غنرسمهمش ما بيني وما بين دوله، هذيك الارض ارضي ما عندكش الحق تشرط فيها انت اصلا. ولكن حيت انت عارفها ماشي ارضك، وحيت انت عارف راسك خرقتي 1961 اللي هي اتفاقيه السريه اللي كانت ما بين الحكومه المؤقته اللي هي فرحات عباس وما بين الحسن الثاني على المشكل الحدود اللي كان بيناتنا. من بعد ما قلتي لي انت لماذا فرحتم بالاستقلال وانتم اراضيكم تحت فرنسا، بغيت نقول لك بانه 1957 ملي جات فرنسا باش تفاوض معنا قلنا لا سمحي لينا، حنا ما كنعرفوكش انت، كنعرفوا غير الجزائريين، وديك الارض جزائريه وديك الدوله غتكون دوله جزائريه، ولن اترك للتاريخ في يوم من الايام ان يكتب على محمد الخامس انه خان الثوره الجزائريه. فملي حنا درنا معكم اتفاقيه السريه ديال سنه 1961 بما خرج المستعمر ونتقادوا حنا وياكم وكل ياخذ حقه، نطو غدرتونا طعنتونا في دارنا اخاي. واكثر واحد طعنا في دارنا هو ولد بلادنا اللي حكمكم اللي هو بن بله المغربي الاصل المراكشي الاصل اللي حكم الجزائر، هو الاول اللي غدر الاتفاقيه ديال 1961. وجا من وراه بومدين الله يرحمه اللي كان كيجي عندنا حتى لطنجه والعرائش اللي كنا كنعلمو كيفاش يمونطي وديمونطي السلاح، وتا هو طعنا في ظهرنا. ومن وراه ولدنا بوتفليقه اللي كبر عندنا وقرا في واللي كان كيعوم في حمام بوسيف وكيقرا في سيدي بوزيان ووجده كامله كتعرفوا، وباه كان خدام عندنا وامو كانت خدامه عندنا وكبر عندنا وقرا عندنا والحم خيره من كتاب الحم كتافه من خيرنا، وتا هو طعنا لمده 20 سنه. فالمشكل ماشي فينا اخي العزيز، هذه مشكل فيكم نتوما اللي خرقتوا الاتفاقيه. وهو معك الياس، انا راه ما عنديش معك نقاش بزاف لاني فاش كندخل في هذه المواضيع التاريخيه شويه كنتعصب لان ما كنحملش الغدر والخيانه. ما كاينش مشكل، خلينا نوليو لخويا الياس ونشوف اللي الاخت مع احتراماتي لبنت المملكه هي تتكلم بالعاطفه بزاف، لانه حقيقه في السياسه انا ما نتكلمش بالعاطفه. شوف انا ما بكرهش انه نترجم، نحترمها عادي، نحترمها نورمال،
نعم ونحن نحترم. انا وانت نتكلموا دابا، انا ننسى راسي مغربي وانت راسك جزائري ونناقشوا الامور بالمنطق واخا. ان شاء الله خويا بيان سور بيان سور. شباب عندي مشكل في اللايف راه ثقيل وكانت بلونطا، دابا نكبسوا الله يرضي عليكم هاد الدقائق هاد. اوكي جميل. احنا دابا عارفين باللي كاين واحد الخلاف ما بين المغرب والجزائر صحيح؟ بيان سور. ما هي اسبابه؟ الخلاف بين المغرب والجزائر الحاجه الاولى انه التوجه الجزائري يخالف التوجه المغربي في اشياء كبرى. التوجه الجزائري هو عباره عن توجه طوري خاض عده طورات عده حروب، وخلال الثوره التحريريه الكبرى تم مساندته معنويا او ماديا من قبل عديد الدول. لذلك الجزائر اتجهت الى منهج مسانده المستضعفين. مثل من الدول مثلا قضيه الصحراء الغربيه لا التي انا يعتبر ما دخلتش معك في الصحراء الغربيه. اوكي ما ندخلوش فيها ان شاء الله الناس ما نحكوا. لا ندخلوا نو ضروري درنا على المغرب والجزائر ضروري الصحراء الغربيه. مع العلم نقول لك اخويا الياس انا مانيش انا كنت تحكي معايا اقتصاد وتكنولوجيا نكون احسن من التاريخ وسياسه ثاني احسن من التاريخ باه نقول لك برك يعني مستوى النقاش تاعي ماشي مشكل. لا خلينا نمشيو بمراحل. انت قلت لي الجزائر عاونوها بزاف ديال الدول، شكون هما الدول هادو؟ اقرب الدول ليها اللي عاونوها شكون؟ شوف الجزائر تم الوقوف الى جانبها من عديد الشعوب، منها الشعب المصري والدوله المصريه، منها الصين، منها الولايات المتحده، منها عديد الدول، منها الاخوه المغاربه. الاخوه المغاربه تقريبا النظام المغربي. انا نقول لك اخي الياس لهنا نختلفوا شويه. انا تبان لا انا بغيت نختلف، انا لا اريد ان نتصالح. انا شفت فيديو على اناس على شاهد يقول باللي الملك محمد الخامس رحمه الله ساهم في انزال الاسلحه وبعثها للمجتمع الجزائري. لا ماشي محمد الخامس رحمه الله عليه، يتحدث عن المرحوم الحسن الثاني ربي يرحمه اون توكا. ولكن وهذاك عرفتي شكون هو اللي كان كيهضر؟ هذاك احد الثوار وهذاك هو اللي كان مسؤول على الجهه الغربيه من اجل استلام. اصبر نقول لك بصح انا شفت ثاني شهاده ثوار كبرى، وشفت شهاده حتى وزير طيار في الجيش المغربي قال باللي قصفنا الثوار الجزائريين مع فرنسا. جبدوها دابا ونسمعوها واذا قيمه. انت باغي تسمع حشاد صالح حشاد وباغي تسمع شنو كيقول ياك في الجزيره. ها اسمح لي، واش اللي كاين ثاني بسبب العداء المغربي الجزائري هو قضيه الحدود وقضيه الاراضي، لانه الجزائر شافت باللي جاهدت على الاراضي والمغرب قال لك ندير. دابا حنا نمشيو ايطاب باغ ايطاب، انا ما عنديش مشكل. انا نجبدو صالح حشاد يعني هو العصر. هو ندوز الدعاية. دقيقة. الدعاية ولا نسميوها بروباغندا إلياس؟ الدعاية ولا نسميوها البروباغندا؟ لا الدعاية. يلا هو يبدا. يعني في السن ديال 17 يعني كنت في العام 55 حصلت المغرب على الاستقلال. التحقت بالطيران لدراسة الطيران في فبراير عام 57. يعني فترة كانت قليلة جدا. تعلمت الطيران في البداية على يد الفرنسيين. ايوه في عام 1000 يعني من بعد بني ملال الدراسة الابتدائية والثانوية ذهبت إلى الدار البيضاء لأكمل دراستي العليا في ليسي ما يسمى ليسي مولاي الحسن. وهنا جاءنا نقيب من الترك آنذاك كان ملازم وطلب يعني منا يعني بأن المغرب محتاج إلى
تلاميذ للتدريب على الطيران المغربي، لأننا في البداية لم يكن لنا طيران، ولهذا كنت ما بين التلاميذ الذين غادروا. كنت من أوائل الذين التحقوا للدراسة. يعني الفوج الثاني، هذا فوج قبلنا الذي ذهب إلى فرنسا، ونحن جينا من بعد. يعني الفوج ذهبت إلى فرنسا يعني. ذهبنا إلى فرنسا لمدة 4 أشهر. هي في الحقيقة هذه قصة أخرى، لأنه لما طلبوا منا أن نذهب إلى الطيران طلبوا منا أن نكون تلاميذ ضباط، يعني لنذهب إلى فرنسا لتصبحوا ضباط. تصبح ضباط طيران. نعم. لكن في فرنسا كانت المقاعد محدودة يعني في المدرسة، ولهذا طلبوا منا أن نتعلم الطيران، أن نصبح طيارين. من بعد سنذهب إلى فرنسا لتكميل التدريب العسكري. فقط تدرسوا دراسة نظرية وبعد ذلك الدراسة العملية بعد ذلك. لا، الدراسة العملية ليصبح طيار، من بعد الدراسة العسكرية. تدرس طيار عملي أولا. أي نخرج ضباط. لكنكم عدتم بعد ذلك وذهبتم. ذهبنا إلى فرنسا لمدة 4 أشهر، طرنا على طيارات خفيفة. من بعد فرنسا بعد 4 أشهر رجعنا إلى مراكش، اللي كانت في مراكش مدرسة فرنسية لتدريب الطيران الفرنسيين، ولهذا أصبحنا أول فوج اتصلنا في مراكش للتدريب على الطيران مع الفرنسيين. وهذاك الوقت كان الحرب أشد ذروها في الجزائر، وكانوا يدربون الطيران في مراكش ويذهبون بهم إلى الجزائر ليقصفوا من المغاربة من مراكش. يعني طيارون من مراكش لما يكمل التدريب ديالو يذهب إلى الجزائر. يعني الآن الجزائر، الثورة الجزائرية بدأت في العام 54 وظلوا الجزائريين يقاتلوا إلى العام 62 حتى حازوا على الاستقلال. في الوقت الذي حازت فيه المغرب على الاستقلال عام 55، لكن بقي الفرنسيين في المغرب. في المغرب بقوا وكانوا يدربوا الطيارين المغاربة على الطيران ويطلبوا منكم أن لا، نحن الفوج الأول الذي ذهبنا إلى مراكش لنتدرب على الطيران مع الفرنسيين. إذن قلت لأن كانوا يدربون الفرنسيين طيران، ومن بعد تدريبهم الفرنسيين يذهبوا بهم إلى الجزائر. هم الفرنسيين ليس أنتم المغاربة. ليس. دادي غادي تحل المايك يا حبيبي، حل المايك. غادي نعاود لك اخر 10 ثواني، غادي تسمع مزيان. 20 ثانية ماشي 10، 20. الفوج الأول الذي ذهبنا إلى مراكش لنتدرب على الطيران مع الفرنسيين. إذن قلت لأن كانوا يدربون الفرنسيين طيران، ومن بعد تدريبهم الفرنسيين يذهبوا بهم إلى الجزائر. يذهبوا بهم إلى الجزائر. اسمع، تبت عليه المذيع. اسمع، تبت عليه المذيع. الفرنسيين ليس أنتم المغاربة. هم الفرنسيين ليس أنتم المغاربة. هم الفرنسيين. إذن من بعد سمعتيها؟ خليها زيد شويه برك سعيش. هي حبيبي. تدريبنا على الطيران في مراكش رجعنا إلى الرباط لنكون أول مغاربة الذين يبدون الطيران على الطائرات المغربية. وآنذاك تأسس من بعد القوات المسلحة الملكية تأسس الفيلق الأول للطيران المغربي، وكان يرأسه الرائد أومو. دابا غيدخل في موضوع اخر. سمعني، انا غادي نرجع لك انت شنو كتسمع في اليوتيوب ولا في الفيسبوك مقطوع. انا غادي نوضح لك، شوف انا غادي نوضح لك البروباغندا اللي دخلتي في الاول كتهضر عليها، انا غادي نوريها لك دابا قدامك. اسمع، المغرب محتاج الى لا عليك للتدريب على الطيران المغربي، لاننا في البدايه لم يكن لنا طيران، ولهذا كنت ما بين
التلاميذ الذين الأمريكتين غادروا. كنت من اوائل الذين التحقوا لدراسه يعني الفوج الثاني، الفوج كان الثاني. فوج قبلنا الذي ذهب الى فرنسا، ونحن جينا من بعد يعني الفوج. ذهبت الى فرنسا ايضا. ذهبنا الى فرنسا لمده 4 أشهر. هي في الحقيقة هذه قصة أخرى، لأنه لما طلبوا منا أن نذهب إلى الطيران طلبوا منا أن نكون تلاميذ ضباط، يعني نذهب إلى فرنسا لتصبحوا ضباط. تصبح ضباط طيران. نعم. لكن في فرنسا كانت المقاعد محدودة يعني في المدرسة، ولهذا طلبوا منا أن نتعلم الطيران، أن نصبح طيارين. من بعد سنذهب إلى فرنسا لتكميل التدريب العسكري. هنا غيبدا الفيديو اللي انت كتسمع. سمع من هنا غيبدا. سمع. فقط تدرسوا دراسه نظريه وبعد ذلك الدراسه العمليه بعد ذلك. لا، الدراسة العملية ليصبح طيار، من بعد الدراسة العسكرية. تدرس طيار عملي اولا. أي نخرج ضباط. لكنكم عدتم بعد ذلك وذهبتم. ذهبنا إلى فرنسا لمدة 4 أشهر، طرنا على طيارات خفيفة. من بعد فرنسا بعد 4 أشهر رجعنا إلى مراكش، اللي كانت في مراكش مدرسة فرنسية لتدريب الطيران الفرنسيين، ولهذا أصبحنا أول فوج اتصلنا في مراكش للتدريب على الطيران مع الفرنسيين. وهذاك الوقت كان الحرب أشد ذروة في الجزائر، وكانوا يدربون الطيران في مراكش ويذهبون بهم إلى الجزائر ليقصفوا من المغاربة من مراكش. هنا من المغاربة قال له من مراكش. هنا البروباغندا ديال الجزائريين كيحطوها لكم في الفيسبوك وفي اليوتيوب مقطعة: شاهدوا المغاربة وهم يقصفون. سمعتيها واضحة. من قال له من المغاربة، قال له من مراكش. علاش؟ لأن هذا الرجل اللغة العربية ما عندوش مزيانة، ما كيهضرش مزيان بالعربية. وملي قال له الاخر من المغاربه قال له من مراكش، الاخر قصد له زعما من المغرب، الاخر قال له من مراكش. شوف المعنى كيفاش غادي يبان وكيفاش السيد غيوضح من بعد. هنا هذا هو الفيديو اللي كتشوفوا نتوما حد هنا. واسمع دابا الكمال. انا غنرجع لك 10 ثواني باش ما تقولش بانني دلست. 10 ثواني الى الوراء. حرب أشد ذروة في الجزائر، وكانوا يدربون الطيران في مراكش ويذهبون بهم إلى الجزائر ليقصفوا من المغاربة من مراكش. يعني الدليل شنو كيقول له؟ هذا اصلا هو الفوج الاول. اسمع شنو غيقول له: كانوا يدربونهم، ماشي يدربوننا. لو كان كيتكلم على طيارين المغاربه كان يقول يدربوننا على ان نذهب الى مراكش. اسمع، وكانوا يدربون الطيران في مراكش ويذهبون بهم الى الجزائر ليقصفوا من المغاربه من مراكش. يعني طيارون من مراكش لما يكمل التدريب ديالو يذهب الى الجزائر. يعني الان الجزائر، الثورة الجزائرية بدأت في العام 54 وظلوا الجزائريين يقاتلوا إلى العام 62 حتى حازوا على الاستقلال. في الوقت الذي حازت فيه المغرب على الاستقلال عام 55، لكن بقي الفرنسيين في المغرب. بقي الفرنسيون في المغرب. هادوك اللي كيطلعوا واللي باقي عاد غنجيك القصه ديال الطياري اللي كيمشيو يقصفوكم باش تفهموا شنو القصه. ماشي كيطلعوا من مراكش ويقصفوكم ويرجعوا، لا، عندها معنى واحد اخر. انا عاد جايك ليها، نمشيو ايطاب باغ ايطاب. لان في هذا الوقت الجزائر ما كانتش دوله وكانت عندهم حرب، كانت دوله تابعه لفرنسا. يعني كانوا هناك مطارات جزائريه تابعه لفرنسا، كانوا كيطيروا من المطار ديال مراكش وينزلون في مطارات الجزائر. ولكن نظرا لان كاينه المدرسه اللي كتعلم هاد الطيارين هادي كاينه في مراكش، فكانت كطير وكترجع عاوتاني في النهايه الى مراكش باش كترجعهم للمدرسه ديالهم. خلينا نكملوا باش تعرف التدليس. المغرب بقوا وكانوا يدربوا الطيارين المغاربه على الطيران ويطلبوا منكم ان لا، نحن الفوج الاول الذي ذهبنا الى مراكش لنتدرب على الطيران مع الفرنسيين. إذن
قلت لأن كانوا يدربون الفرنسيين طيران، ومن بعد تدريبهم الفرنسيين يذهبوا بهم إلى الجزائر. هم الفرنسيين ليس أنتم المغاربة. ليس. عندك شي سؤال في هذا الشيء استاذ؟ شوف، هو واقع تدليس، هو ماشي الجزائري اللي دلسوا حاجه كيتلقاها في اليوتيوب. انا لا يهمني، انا شوف، انا ما نبغي نقول لك لا تدليس ولكن- جزائري. شوف دادي، اسمع، انا ما نبغي نسمع لا تدليس جزائري ولا تدليس مغربي. حنا هنايا انا وانت نوصلوا للحقيقه. اللقطه واضحه، انت بالنسبه لك واضحه. لا شوف، هو واضحه انه واقع فيها تدليس في الجزء هذاك، انه السيد ناكر باللي الطيارين المغاربه راحوا قصفوا الجزائريين. انا هذا اللي كيهمني، مادام هذا تبارك الشاهد الله. هذا هو ما يستدلون به، انا اللي كيهمني. بارك الله. يهم هذه حاجه مليحه اللي عتسالي، ولكن خويا داك انت فهمني خويا الياس، انا ما عنديش مشكله. اشوف بارك الله فيك، ما ينفيش انه الطيارين المغاربه كانوا الطيارين الفرنسيين كانوا يطيروا من المغرب ويجوا يقصفوا الجزائريين. يعني اول حاجه انا باش نشرح لك النقطه الثانيه، هي هذه النقطه الثانيه اللي نشرح لك. اول حاجه بارك الله فيك. جميل جدا، ثانيه حاجه اللي خصك تعرف بان الطيارين الفرنسيين ماشي كانوا كيطيروا من مراكش باش يضربوا الجزائر ويرجعوا. عمليا لا يمكن. قلنا لك بان هاد الناس هادو كانت المدرسه ديالهم توجد في مراكش، كانوا كيطيروا بالطيران الفرنسي من مراكش ويتجهون الى المطار. نعطيك الاسماء ديال المطارات، الجزائريه اللي كانت تابعه، كانت تسمى كانت تسمى بالمطارات الحربيه الفرنسيه. نجبدها لك دابا، نجبدها لك. لا ما يهمش. حتى انا الا طلبتني، شوف، اذا اردت دليل فقط طالبني به. كانوا كيطيروا وكينزلوا تما وكيقوموا بالمهمات ديالهم، ومن بعد كيرجعوا بحالتهم لمراكش، لان تما في كانت المدرسه ديالهم. اذا هاد الوقيته هادي كانت المغرب فرنسا عندها مطار تابع ليها. غتقول لي واخديتوا الاستقلال ديالكم، غادي نقول لك لا يوجد استقلال يخرج من دولة بين عشية وضحاها. كاين واحد المرحلة تسمى بالمرحلة الانتقالية، والخروج السلس ديال القوات المستعمر، لا من الناحية السياسية ولا العسكرية ولا الاقتصادية. مستعمر بقى معك واحد المدة معينة، عنده مصالح ديالو. ابسط مثال هو الخروج ديال امريكا من افغانستان، عادي، شيء طبيعي، غادي يبقى. ولكن باش يطلعوا يضربوكم من تما ويرجعوا، هذه عمرها ما وقعت. كانوا كيطيروا كيمشيو للقواعد العسكريه اللي عندهم تما وينفذوا العمليات ديالهم، ومن بعد كيرجعوا المدرسه ديالهم. الياس، انا عندي سؤال اخويا. نعم. هو كيتكلم على انها كانت مدرسه ديال التدريب نعم في مراكش، هذا متفق معك، ولكن ما كانش كيقولوا ان هذا كان مطار عسكري تابع لفرنسا في مراكش؟ لا عسكري تابع لفرنسا ومشاو منه الطائرات. هو درك كاين تناقض لهنا، ماشي تناقض، كاين اختلاف. لا بلاش. هو انه دقيقه دريم بيك، هو واش يعني الطائرات اللي قصفت الدوله الجزائريه الخاضعه للاستعمار جات من مراكش، ولكن لم تأتي من مراكش يا أستاذ. كاين فرق ما بين أتت من مراكش وما بين واحد البلاصة فيها. وخلينا نهضروا حبيبي، وانا راه كنشرح ليك. اسمع حنا كنتكلموا على مطار كانت فيه مدرسة. هذه مدرسة كيعلموا فيها الطيارين الجدد، من بينهم واحد فوج مغربي اللي من بيناتهم صالح حشاد اللي هو أول دفعة. هادو كانوا كيتعلموا الطيران. فين تعلموه؟ تعلموه في فرنسا. الطيارين الفرنسيين اللي كانوا كيدرسوا في هاد الوقيته هادي في هاد المدرسه هادي كانوا كيطيروا من هاد المطار وكيمشيو للجزائر، للمطارات، للقواعد العسكريه اللي عندهم من تما، ومن تما كيطلعوا كيقصفوا، وفي النهايه يعودون الى المطار ديالهم ديال المدرسه اللي عندهم تما. إذا حنا غير مسؤولين على القصف اللي عندك. الحاجة الثانية، قلت بأن نتوما في الجزائر خديتوا استقلال سنة 1962 بقوة الدم، ياك؟ وعن طريق الحرب، صحيح؟ جميل جدا. شنو هي المخرجات الحرب ديالك مع الجزائر مع فرنسا من 1954
إلى غاية سنة 1962. مخرجاتها كيفاش يعني مخرجات السؤال توضيح؟ نعطيك مثال. الحرب العالمية الثانية مخرجاتها: دول الحلفاء انتصرت، تم توقيع معاهدات، تم تقسيم ألمانيا إلى شرقية وغربية، تم لا اسمح لي الياس، لانه هو كيسحب لك بانه هما في المدرسه ديال الطيران ديال الجنود الفرنسيين ما الى ذلك، كيسحب ليه دادي بانهم كيتهزوا من هنايا بالطائرات الحربيه. لا دادي، الطائرات الحربيه في القواعد العسكريه في الجزائر، الطيارين كيتهزوا من طائره عاديه وكتديهم للجزائر وكيهزوا دوك الاسلحه ديالهم والطائرات الحربيه ديالهم من القواعد العسكريه في الجزائر، وتما كيمشيو يقصفوكم وكيحطوهم عاوتاني في الجزائر. وهذيك فقط من عندنا حنا هي طائرات عاديه خفيفه لنقل الجنود. هاني فاهمك اختي، درك بصح تبقى لو كان الجزائر باش يفهم، لانه لتحت خوتو كيقول لك لا راه كانوا كيهزوا الطائرات الحربيه من المغرب عندكم، فهمتي؟ لا فهمت الاخت الكريمه، ولكن لا ينفي درك هو في الفكر الثوري واحد اللي ماتوا والديه وماتوا خوتو جراء الاستعمار الفرنسي ويفيق باللي الجنود الفرنسيين جايين شوف لهاد النقطه هذه اللي جايين ليها. اسمح لي نكمل اخويا الياس باسكو ما هضرتش دقيقه برك ميم با اون مينوت. درك نحبوا ولا نكرهوا طائرات ولا طيارين اللي تدربوا في مراكش، مع العلم انه ماشي الاخوه المغاربه اللي دربوهم، انه الاستعمار الفرنسي هو اللي كان داير قواعد تاعو تما. مدرسه كانت. بارك الله فيك. يعتبر كما يقولوها في الوقت هذاك الاراضي جزء من الاراضي المغربيه عدوى للثوره الجزائريه، حاله واضحه. علاش اخويا حنا مالنا؟ حنا راه كنا مستعمرين، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه خلينا نختي الوقت هذاك. لا دقيقه، لا واش انت واخا ملي انت حنا مستقلين، انت الاستقلال ديالك ديال سنه 1962 اش بقات كدير عندك القواعد اختي بنت المملكه قبيله تقولي لي في 62 حتى 68 سي لا ميم شو. لا انا كنقول لك القواعد العسكريه ماشي التفرقيع ديال التجارب النوويه، كاين فرق. ما كانش قواعد عسكريه، كانت قاعده صغيره. لا عندك قواعد عسكريه ظلت عندك ما وراء الاستقلال، خرجناهم قاعده حماقير. حماقير اسمحي لي درك باه نقدروا نتحاوروا اختي بنت المملكه. وزيد حنا دوك انا خليك مع الياس، انا بغيتش ندخل معاك في هادشي، انا بغيت نقول لك بان دوك الجنود انا ما كانوش كيقصفوكم وكيرجعوا. هضر كلمه طيبه، انا ما كانوش كيقصفوكم، انا نكملها هذه وخليك مع الياس. انا ما كانوش كيقصفوكم وكيرجعوا عندنا لمراكش، انا كانوا كيتخرجوا ومشاو قصفوكم قصفتوهم شغلكم هذاك، حنا مالنا. اسمحي نقول لك، اسمحي لي شوفي درك انا نكمل على الاخ الياس. هو مدلنا حاجه مليحه بزاف، لكن كاين جزائريين هنا استفادوا منها انه الطيارين المغاربه ما قصفوش خوتهم الجزائريين، هذه مليحه حاجه شابه انا قنعت لها الله يبارك. ومدلنا حاجه ايضا شابه بزاف لازم الاخوه المغاربه يقتضيوا بها، منهم انت الاخت جد محترمه بنت المملكه. واش دادي ما كنعاونوكم في السلاح ونقصفوكم في السماء، هذا راه ما كيقبلهاش. درك نجاوبك فهمت الاخت بنت المملكه. دركا واش اللي قال قبيله الاخ الياس قال لك باللي الاستعمار يخرج تدريجيا، لا ميم شوز فهمتي. يسمى هنا في الجزائر درك نورمالمون الاخوه المغاربه يفهموا باللي الاستعمار في الجزائر يخرج تدريجيا. هذا الاستعمار الغاشم اللي كان بالنووي ما ضربوناش بالنووي، داروا تجارب هما تقاسوا، ما ضربوش الجزائر كيف اسم القنابل اخويا؟ واش جربوا على الازرق وجربوا على هادو هما اسم القنابل. بريال اصعب قنبله، بريال كتعتبر 4 أضعاف اخطر ب4 أضعاف من قنبله هيروشيما. نقول لك اختي كاين شيء يخيف الغرب بزاف، هو انه الجزائر هي عباره عن روايه ما نقدرش ناكدها لك لانه انا مواطن بسيط. يقول لك باللي الجزائر حصلت على مزايا بالتجربه النوويه انها ريكيبيرات قنابل نوويه. لا مازال انا دخلت وما بغيتش نقرا. سير الياس حنا ماشي دخلنا. باش نكمل واحد السؤال اخي الياس ليك، هذا اللي كان تيهضر جزائري انا جزائري اخويا. ماشي معك انت راه مع الياس اللي كان تيهضر في الفيديو. فين اين الفيديو اللي درتي هو الجزائري ولا لا صالح حشاد؟ هذا طيار مغربي، هذا طيار مغربي. اوكي خلينا نرجعوا دابا للمفيد. اوكي
كنا كنهضروا على الاستقلال ديال الجزائر، والاستقلال ديال الجزائر هو اللي كنوضحوا حنايا كمغاربه، كنوضحوا بان العداء ديالنا مع النظام الجزائري هو ليس وليد اليوم، والعداء ديالنا ناتج من 1962، لان اول خيانه تعرضنا لها في 1962. باش نفهموها اكثر قول لنا دادي، 1962 الجزائر استقلت عن طريق الدم، كيفاش تستقليتي انت؟ شنو وقع؟ شنو وقع في الجزائر؟ الجزائر اون فات الحرب، بزاف الناس المغالطات اللي يقول لك الحرب بدات 1945. الحرب في الجزائر بدات من 1830 ولم تتوقف حتى لل 1962. وكس على بالي بلي اخي الياس عرف الطورات كامل، فاطمه نسومر، المقراني، الشيخ الحداد، الامير عبد القادر اتشيتيرا. في 1962 اخوان المغاربه كيما انا درك ما كنتش نعرف الحقيقه الطيار، الله يبارك ربي يرحمه انتو كان اللي مات ونترحموا عليه. كنا عندنا باللي صح هو انا شفت الفيديو المقتطع باللي من المدلس باللي هما صح قصفوا خوتهم وكذا كذا كذا. لازم الاخوه المغاربه يفيقوا قداش من جزائري عنده شهيد حقيقي في الدار. احنا جبناها بالدم، وفي الجانب الاخر فرنسا أؤلمت، تم قتل وتشريد وتيتيم العديد من العائلات الفرنسيه. فرنسا هربت بالروح من الجزائر، هربت على بري لافويت، هي والحلف الاطلسي، هي ولا هذه دعنا نتناقش في هذه النقطه. جميل. فرنسا هربت هي والحلف الاطلسي، اكيد طبعا فرنسا خرجت منهزمه وانتم خرجتوا فائزين، ياك؟ بارك الله فيك. الحرب كانت ضروس. وقعتوا مع بعضياتكم شي حاجه؟ وقعتوا مع بعضياتكم؟ وقعنا اتفاقيه عادي، اتفاقيه انهاء الحرب. وما عندكمش مع بعضياتكم شي اتفاقيه تسمى اتفاقيه ايفيان؟ اتفاقيه سريه في اغلب مواضيعها. ما يقدر انا عندي ما تقدرش تكون عندك اخي الياس، تكون مدلسه، ما تقدرش تكون عندك. علاش جبتها لك من الامم المتحده؟ ما كون جيت اللي تجبدها من الامم المتحده ما فيهاش بنود سريه، ما فيها حتى بند سري. انا بنود المعلنه باق فقط. واش اللي تحكي؟ انا ندير فيك لما نقول لي واش تحكي ونقدر نمد لك انا وجهه النظر تاعي. اوكي برافو. قبل ما نبداو في البنود اتفاقيه ايفيان، اول حاجه انت دار عندك استفتاء ولا ما دارش؟ دار عندنا استفتاء هذا اللي دار قبل منه واحد جوج في فرنسا، عاد دار عندك انت الثالث؟ انا والله ما على بالي الا كان داروا في فرنسا. داروا جوج في فرنسا والثالث دار عندك. الاستفتاء يقول ماذا؟ اسكن الساق الاول ولا نكملوا تحت الاستعمار؟ ماذا يقول؟ نعم ولا؟ نعم حول ماذا؟ حول الاستقلال ولا الحكم الذاتي؟ هل تقبل بالجزائر مستقلة متعاونة مع فرنسا؟ جميل جدا. الجزائر متعاونة مع فرنسا، ماشي الدولتين يتعاونان فيما بينهما، لا، الجزائر متعاونة مع فرنسا وفق الاتفاقية ديال إيفيان، واخا؟ جميل جدا. طبعا فرنسا خرجت خاسرة ومنهزمة. شكون اللي خلى فرنسا تكمل دير التجارب ديالها رغم أنها منهزمة وضعيفة؟ من أعطاها الحق أنها تبقى في تلك الأرض؟ نفس السبب اللي خلى فرنسا. احنا ما خرجناش منهزمين، احنا ما خرجناش فائزين، احنا ما خرجناش فرنسا بالقوة، لا دقيقة. احنا فرنسا ما خرجناهاش بالقوه، احنا خرجناها بنيغوسياسيون وخرجات. كانوا هناك ثورات، ولكن الخروج فرنسا خرجت باتفاقيه ان فرنسا سترفع يدها بالحمايه على المغرب وخرجت. انت لا، انت خرجتي فرنسا صاغره، خرجتي فرنسا وهي كتجري. مادام انت خرجتي فرنسا وهي كتجري، شكون اللي سمح لفرنسا وهي منهزمه وانت قوي وخليتيها دير التجارب حتى سنه 1966؟ الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، حينما نقول ان المستعمر يخرج بشكل تدريجي، شنو كنقصدوا به؟ كنقصدوا به ان المستعمر كيكون عنده مصالح اقتصاديه، عنده شركات، عنده بزاف ديال الحاجات ما يمكنش يسمح فيهم ويخرج بين عشيه وضحاها. كنقصدوا بان المستعمر كيكون عنده جيش ديالو،
ما يمكنش يتنقل بين عشية وضحى، كيمشيو للدكانات عسكريه كيبقاو فيهم، مسدود عليهم، ممنوع عليهم يخرجوا منهم حتى يتم ترحيلهم. كتكون مصالح سياسيه، الدول كتفاوض فيما بينها حول مصالحها. انا غادي نخرج بحالاتي ولكن الموضوع فلان فلاني غيبقى. ولكن ان يتم اغتصاب الارض بعد الاستقلال هذه لم تحصل، هذه ما عمرها وقعت. ما يمكنلكش تضرب ذلك البلد وهو حر ابي. حينما نقول التجارب النوويه الاستاذ دادي، نحن نتحدث عن اغتصاب للارض، للحجر، للبشر، للشجر. احنا كنتكلموا على جريمه ما عندهاش حد ولا دون. دابا لو كنتي قلتي لي احنا حقا نيغوسينا، احنا حقا درنا اتفاقيات، احنا كذا، نقول لك معليش اذا اضطريتوا انكم ديروها. ولكن مادام انت كتاكد لي ان انت ربحتي بالقوه، معناها ان من فاز بالقوه رغم انه كان قوي وفرنسا ضعيفه الا انه سلم ارضه للاغتصاب. دابا انا خصك تجاوب. تفضل. انا نجاوبك مليح بس خليني نتصافي. انا نتصنت. درك هنا نتكلموا في خلال الثورة الجزائرية على الأهالي. هي الثورة الجزائرية كانت عبارة عن حرب أهالي شجعان ضد مستعمر غاشم، كانت عبارة عن حرب بأسلحة صيد ضد مستعمر يمتلك طائرات وطائرات هليكوبتر ويمتلك دبابات وبوارج وبواخر. هذاك العدو الجبان المستعمر الفرنسي تم تدميره وكسر أنفه في الحرب الجزائرية. لكن هذا لا ينفي أن المستدمر الوحشي آلب الأهالي باستشهاد حوالي 1.5 مليون شهيد. مباشرة عند توقيع المعاهدة، معاهدة الاستقلال، والتي انسحب منها صغيرا، ماذا فعلت الحكومة المؤقتة الجزائرية برعاية فرحات عباس؟ أرادت الحصول على أولا استقلال ولو بنسبة 95%، غير مشكل، لأنه الحصول على استقلال بنسبة 95% يعني الحصول على سيادة، الحصول على إمكانية التسلح من دول أخرى، الحصول على إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية حقيقية مع دول وإعلان دعمها مباشرة للجزائر مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وغيرها. بعد حصولها على الاستقلال سنة 1962 بقيت بعض الاتفاقيات، وهي اتفاقيات ترك بعض القواعد العسكرية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بالرغم أنه حاولت فرنسا فصل الصحراء عن الساحل ولم تنجح ولم يوافق عليها الثوار بالرغم من قوتها. بعد اتفاقية 1962 وحصول الجزائر على بداية حصولها على أسلحة حقيقية وعلى علاقات دبلوماسية حقيقية مع دول عظمى، ماذا فعلت؟ قامت بالتأميمات الكبرى بطرد المستثمر الفرنسي شر طردة وبدزع كافة المزايا الاقتصادية منها القواعد البترولية. لا ننسى أن فرنسا هي من استكشفت البترول لكن خرجت صاغرة فارغة الوصيد. كل المؤسسات الاقتصادية التي تم إنشاؤها في الجزائر في إطار المخطط الخماسي الأول، المخطط الخماسي الثاني، المخطط الثلاثي، تمت مع شركات أوروبية شرقية من ألمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص. لكن فرنسا لم تحصل على نصيب، بالرغم للأسف الشديد أن فرنسا ظلت في صراع مع الجزائر حوالي قرن 30. هذا القرن 30 حصل عنه ترابط خصوصا لغوي وعلمي، وبانسحاب الجبان الفرنسي إلى فرنسا ماذا حدث؟ حدث فراغ كبير في القطاعات الصناعية وفي القطاعات الفلاحية وغيرها، حتى كانت محتكرة بنسبة 1000% من قبل المعمر المستثمر الفرنسي، ما اضطر إلى بالجزائر إلى ترك حبل وطيد من العلاقات. لكن أخي العزيز إلياس، لو كانت الجزائر حقا كما تقول ظلت خاضعة لفرنسا وبالتعاون معها، لا رأينا تسليح الجيش الجزائري يتم مباشرة. أنا لم أقول هذا. لا أنت تقولت عن نفسك. شوف، أنت سألت نفسك وأجبت نفسك. متعاونة. لا أنت قلت متعاونة. لو كانت الجزائر متعاونة. أنا قلت سؤالي محدد. أنا قلت لا دمتم قد طردتم فرنسا بالقوة، من الشخص المسؤول عن بقاء فرنسا والسماح لهم باغتصاب الأراضي
الجزائري. ليس اغتصاب، هم انسحبوا، هو ليس اغتصاب، بالعكس. كيف يعني شخص الذي طرد فرنسا من 95% من الأراضي الجزائرية وبقيت في حوالي 5 أو 3% يسمى يعني بشخص الجبان الذي ترك هذا المستعمر يغتصب أرضه. لا، من هو الشخص الذي رغم أنكم كنتم منتصرون وفائزون سمح لفرنسا بأن تغتصب 3% من الأراضي؟ ما كانش شخصية عبارة، هو فرحات عباس للأسف الشديد سن اتفاقية لا طومبوريزاسيون. واش يعني تقول هذه الاتفاقية سمحت الجزائر لفرنسا بالحفاظ على بعض القواعد العسكرية الاستراتيجية والتي العسكرية ما عنديش فيها مشكل. أنا أتحدث عن التجارب. شوف، القواعد العسكرية ما عنديش مشكل. التجارب كانت سرية، التجارب كانت علنية. التجارب السرية هل يقصدون بها أنها كانت دون علم من النظام الجزائري؟ دون علم من السلطة الجزائرية. معنى ذلك أنك تقر أمام 900 واحد على أن المستعمر الفرنسي بقي في الجزائر بعد الاستقلال دون أن تعلموا عنه شيئا. لا اسمح لي، لا ما قلتش أنا هذا، قلت لك حافظ على بعض القواعد العسكرية. أنا لا أتحدث عن القواعد يا أستاذ، أنا كنتكلم على التجارب. أنا بغيت نعرف حينما كانت تجرى التجارب، دقيق، حينما كانت تجرى التجارب الرئيس بن بلة والرئيس بومدين هل كانوا على علم واطلاع بما يجري في تلك الأرض، نعم أم لا؟ الرئيس بن بلة والرئيس بومدين لما حدثت التجربة الوحيدة الظاهرة حدثت سنة 1960، التجربة المتفق عليها دوليا. لا أستاذ، لا، هناك عدة تجارب. هناك تجربة اليربوع الأزرق، تجربة بريال، عدة تجارب. هي تجربة اليربوع الأزرق كانت السلطات الجزائرية. كانت هناك 54 تجربة نووية. لا كاين يقولوا 6 تجارب بس حتى وحدة في 1960. كانت هناك 54 تجربة نووية. شوف، كان هناك علماء بلا تنزيدك. هل تعلم أستاذي العزيز ما معنى التجربة النووية؟ واش انت كيتسحب لك التجربة النووية هو 57 ربما. شوف 57 تجربة نووية. اوكي 57. ما كاينش 57 تجربة نووية. والله كاينة. شوف كاينة وبالدليل. شوف كاينة وبالدليل. وكانت الأنباء الجزائرية ديالك جابوا معنا ماذا بيا وكالة الأنباء الجزائرية تقول لهم كاين 1000 باش تحصل على التعويض وتضغط على فرنسا ودير تجارب نووية أخرى. كاينة حتى من المستعمر الفرنسي. شوف اسمعني، حنا دابا كنتكلموا على التجارب النووية تاعتي. عرفتي ما معنى التجربة النووية؟ التجربة النووية ماشي غتدخل البيت وغتسد عليك وغادي تفرقع شي حاجة شي نفاخة. التجربة النووية هو واحد الحادثة ديال الاصطدام كتأثر على واحد المحيط كبير وكدير عدة تبعات. فهمني اش كنقصد لك. الحاجة الثانية أن هذه المنطقة هذه كانت مأهولة بالسكان. نجبدها لك تشوف بأنها كانت مأهولة بالسكان، نجبدها لك. حنا دابا كنتكلموا على السيادة ديال الجزائر. إلا قلت لي بأن النظام الجزائري لم يكن يعلم عنها شيئا، هذه مصيبة، لأن غادي نقول لك بأن أنت ليست لديك السيادة على الجزائر، وأن طردك للمستعمر الفرنسي ما هو إلا في وحيك الخاص. المستعمر الفرنسي بقى عندك دقيقة، المستعمر الفرنسي بقى عندك وأنت لا تعلم عنه شيئا، والدليل أنه دار عندك تجارب وانت ما سقتيش الأخبار. أما إذا قلت أنه كان بموافقة النظام غادي نقول لك هذا شيء أكثر، لأن هنا كيفاش النظام ديالك خرج منتصرا وسمح للمستعمر بإقامة هذه التجارب. اسمح لي، أنا عندي المعلومة لهنا نشوف فيها. التجارب النووية اللي صارت في الجزائر كاين يقول لك من المعتقد يكون 17 تجربة ماشي 57 خويا، كوميم ربي 46 وحدة 17. اسمعني عطيني الموقع اللي كتقرا منه. اسمح لي، الموقع اسم الموقع ريبورتر. دخل واخا
اسمح لي نقول لك برك، خلينا نهضر كيما انا غنجيب لك عالم فيزياء، انا غنجيب لك عالم فيزياء نكمل لك عالم ديال هادشي ديال النووي ديالكم. شوف عالم ديال هادشي ديال النووي ديالكم، نكمل وجهة النظر تاعي اللي كنقرا فيها. شوف شكرا. 13 فيفري 60 جربواز بلونش، 1 ابريل 60 جربواز روج، 27 ديسمبر 60 جربواز فيرت، 25 ابريل 61. هادو كامل الدولة الجزائرية لم تكن كما يقولوها قائمة بالشكل الذي قامت عليه بعد 1968. باقي التجارب من 61 ل 66 دقيقة برك أخت بنت المملكة، من 61 ل 66 أغاط، بيريل، إمرود، قال لك تحت الأرض. هادو كامل واحد، اسمح لي، 61 63 64. راه 64 انتهى الجزائر اللي كانت لديها ثوار ما زالت لم تحصل على جيش نظامي. فرنسا عبارة عن كيف لك إذا لا دابا هنا خصنا نفهموا كيفاش انت كتقول دابا نفهموا غادي. تفضل. انت في 62 رغم انه ما كانش عندك جيش نظامي خرجتي فرنسا كومبلي من الجزائر، حرب الشوارع. وفي 64 ملي انت فرنسا علنات الاستقلال ديالك ووليتي دولة، ما قادرش انك تحارب تفهموا، ما قادرش انك تحارب فرنسا. اسمع باش تاكد، اسمع باش لا يعني شوف هذيك الكلمه عندي قدامي هنا. هذه اسمع. عقدوا اتفاقيه مؤخرا في 20 او 21 فبراير مع 2010. هذا غير تسمع شكون هو. انا بغيتك غير تسمع شكون هو. زيطوط هذا كيف اسمه؟ عباس عروة. هذا عباس عروة. اوكي. اسمع شكون هو فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. 50 عاما مضت على قيام الفرنسيين بإجراء أول تجربة نووية في صحراء الجزائر في 13 من فبراير عام 1960 قرب راكان في الجنوب الجزائري على بعد 1700 كيلومتر من العاصمة الجزائر. توالت بعدها التجارب النووية الفرنسية في أماكن أخرى من الجزائر حتى العام 66 مع تقارير أخرى تشير إلى أنها استمرت حتى العام 1978 وأن عددها 57 تفجيرا في الجزائر وحدها وليس 17 كما تقول المصادر الفرنسية، وأن بعضها قد شارك فيه الإسرائيليون وليس الفرنسيون وحدهم، وأن أكثر من 40,000 جزائري استخدموا كفئران تجارب لهذه التفجيرات البشعة. وقد أثير الموضوع مؤخرا من قبل الفرنسيين ليس لإبراز حقوق الجزائريين وحجم الجرائم التي ارتكبها الفرنسيون بحقهم، ولكن من أجل الحديث عن الحقوق للجنود الفرنسيين الذين أجريت التجارب في حضورهم أو قريبا منهم. ولمعرفة المزيد من الحقائق حول هذه الجريمة التاريخية البشعة نحاور اليوم أحد الراصدين لها والمهتمين بها، البروفيسور عباس عروة، أستاذ الفيزياء الطبية في كلية الطب جامعة لوزان في سويسرا. حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء الإلكترونية من جامعة الجزائر عام 84 وعلى درجة الماجستير في الفيزياء الطبية من جامعة ساري في بريطانيا عام 86 وعلى شهادة خبير في الوقاية من الإشعاع من معهد فيزياء الإشعاع بمدينة لوزان في سويسرا عام 89 وعلى الدكتوراه في الفيزياء الصحية من المدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات في مدينة لوزان عام 91 وهو الآن أستاذ في كلية الطب جامعة لوزان ومستشار لوزارة الصحة السويسرية ولمنظمة الصحة العالمية ومؤسس للفريق الطبي الأوروبي لتقييم آثار الإشعاع الطبي على السكان عام 2003. نشر الكثير من التقارير والدراسات والمقالات العلمية. سمعتي هذا شنو قاري وشنو المناصب اللي عنده؟ سمعته دادي اسمعني، غير اللي قاريه اكثر من الحياه ديالي اللي عايش. الى عمرت الحياه ديالي باللي درتها كامله هو اللي قاريه اكثر منه. لا فاتيغابل رانا كنحترم غا خوك، انا عندنا محترم راسو، اما راه غادي نطمسك انت لدوك ليستوار ديالك كامله. يا اما غتحترم راسك يا ابن فرنسا، يا اما غنعرق لك من الفوق اوديو. انت راه كتكتب معايا يكفي. اسمح لي واحد ثقافك، انا كنحترمك انت ما خصكش، ولكن خصو يدي ما يعاود. اسمع يا ابن المستوطنه، لا تبغي الناس يحترموك. لا اسمح لي يا دادي الله يكبر. والله خلينا من السبب. اسمعني انا ما كنسبوش، انا ما غنسبوش. اسمع لي خلينا نكمل الجواب. لا دقيقه، يا اما تجاوبوا انت وتقول له يحترم راسو، يا اما تجاوبوا انت
وتقول له احترم راسك، يا اما ايوا اذا خليني واحد دقيقه، لانه انت محترم انا محترمك، هو محترمش، غادي نهبط للنيفو ديالو. يا اما تحترم راسك انت، يا اما غنصبنك من الفوق، غنصبنك اوديو ماشي كتبه. ابن المستوطنه. تفضلوا الشباب، تفضل يا دادي. ها هو معاك الياس. تفضل يا الياس. تفضل يا دادي، تفضل دادي، تفضل. اسمح لي تكوب هاني كنت نهضروا. شوف اسمح لي، درك حنا هادشي اللي تابت عليه مع احترامي للدكتور هذا اللي جبتو، كاين 17 تجربه، قادر يكون 60 قادر يكون 70. حنا نهضروا على الشيء اللي تابت، الشيء اللي تابت في المصادر الدوليه، مع العلم انه روايه الكلبه المستدمره فرنسا، معليش هذه الروايات صارت التجارب النوويه من 60 حتى ل 62. هذه الير ليبر قال لك في الهواء الطلق. ال 61 اسمح لي، الباقي تحت الارض. تحت الارض كيفاش راح ينفقوا بهم حنا؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، دوله فتيه، دوله حديثه كما يقولوها، حديث العهد في الاستقلال، حديث كما يقولوها دادي سبقتي الاحداث، لان هذا الرجل يتكلم على الموافقه ديال النظام وعلى الحكومه الجزائريه على كل التجارب. ما كانش معاه هذا تدليس برك بلا حدود. الوقت هذا كانت الجزائر قطر معارضه للدوله الجزائريه، اليوم قطر تدافع عن الدوله الجزائريه. ماشي قطر، هو احمد منصور اللي استقبلوا بصح الياس. درك الجزائر بلا حدود سيدي العزيز. عافاك خليني نكمل لك الساعه. شوف هو سامع، خصني نفهمك، راه ما يمكنش تقام تجربه نوويه بلا ما تسوق بها الخبر انت، راه مستحيل. واش كتعرف انت شنو هو؟ واش عمرك شتي في الصور؟ عافاك دخل جوجل، كتب في الصوره، كتب صور تجربه نوويه ودير صور، شوف التجربه النوويه باش تعرف. اصبر نقول لك حاجه دقيقه برك. واخا اليوم الدولة الجزائرية، الوطن الجزائري عنده مثال رادارات، عنده نيبو، ريزونونس، عنده بانستر اللي يقدر يثبت كما يقولوها ويعترض طائرة في ارتفاع كما الاف 22 على 1200 كيلومتر، وميسيل سوبرسونيك على 600 كيلومتر. تقدر تدخل الانترنت تلقى المعلومات هذه من مصادر مستقلة. انتم سكتوا الناس ديالكم، انتم سكتوا الناس ديالكم. اسمعني، انتم سكتوا الناس ديالكم سنة 1963. دقيقة بدك شوية نجاوبك. أو كتكلمي بالعاطفة الأخت بنت سنة 1000. أنا راه هاد العاطفة هادي اللي مشى معاك فيها إلياس، أنا راه ما عنديش باش نقول لك اللي كنا عمرك تكلمت بالعاطفة. إلياس قاعد اسمعنا دادي نقول لك واحد الكلمة. نتوما سكتوا الناس يا أخي، كتقول لي ليسوا على دراية. واش نظام على قدو ليس على دراية بالتفرقيع اللي قام في الجريدة الرسمية؟ الجريدة الرسمية ديالك بوهات الناس. دولة حديثة الاستقلال، اسمحي لي الأخت، دولة حديثة الاستقلال عندها 4 سنوات من الاستقلال، باش تقدر تقول لي راه ما كيسمعنيش. يجيو يلوموها خوتها. بلاتي يا دادي واحد الدقيقة، بلاتي يا دادي واحد الدقيقة. راه الجريدة روح فازي. راه الجريدة الرسمية ديالك سنة 1963 بالضبط، في نهار قبل بعد من الانفجار، خرجتها هي نيشان كتقول لهم بأن إذا سمعتم أن هناك انفجار في منطقة ركان أو هذا فهو لأننا ننقب الدولة في إطار التنقيب، وهي كتدرج على فرنسا، هي كتمول الناس. يدير تصحيح الثوري، هذا هو الشيء. بالك ممكن كانوا ناس دابا ولات فرنسا ما كانش التنبؤ ديال ما جاش الوقت هذاك. بالك الوقت هذاك هو اللي خلانا نحسنوا ونديروا تصحيح ثوري ونطردوا فرنسا. لانه الثوري شنو سنه كان؟ صحيح الثوري شنو سنه كان؟ في 63 بصح. لا الثوري لم يكن قداه وقت تصحيح الثوري. لا تصحيح الثوري كان في سنه 1964. 64 ريزون دو بليس. يعني واش يصرى؟ وراه ما صرا التجارب جانا تصحيح بارك الله. التجارب استمرت الى غايه سنه كام؟ ما تخفيق الهامش التجارب. اليوم كون يديروك انت اليوم بول المغرب. وانت درتي انت فاهم انت درتي انت عاد قلتي لي بان احنا غنديروا درنا التصحيح الثوري بسبب التجارب ولا؟ ممكن قلت لك ممكن.
لا انا شوف كنا نهاجم في الجول. الا كنتي درتي التصحيح الثوري بسبب التجارب، معنيتها ان انت اون فوا سقط بن بله وطلع بومدي وجب علينا انهاؤها. هذه نورمال، لان التصحيح الثوري كان بسببها. ما تبتاش قواعد سريه فيها المستثمر. حنايا كاين بلايص كما يقولوها سيطرنا عليها بنسبه 97%، وكاين بلايص بقات في كما يقولوها في اطار اتفاق سحب المعدات. هذيك سحب المعدات تم الغدر من قبل المستثمر الفرنسي جبان، ونفذ العمليه تاعو. وكينفذ العمليه تاعو سرام بتاميم وطرد شر طرده من كافه المواقع الاقتصاديه والعسكريه. لا ما تقولش هاد شر طرده، لان شوف ما معنى شر طرده. انت في سنه 1968 نتفاهموا حنا البترول ما نحينالوش 73. معليش في سنه 1000 ما نحيتولوش البترول. نحينا له البترول. لا نحينا له اول حاجه التاميم كان سنه 1971 ماشي 73. هي في 71. هي في 71 اروح. هل تعلم ما معنى واخا مزيان؟ اول حاجه اعطيني ما معنى كلمه التاميم، شنو معنيتها؟ التاميم خرجناه اون ريكوبيري ناسيونال. خليك من الجزائر.